اللبس ما كانش فيه أي فن ولا أي ابتكار، هو مجرد كان وسيلة الإنسان بيستخدمها عشان يحمي نفسه من برد الشتاء ومن الحيوانات المفترسة. وده لأن في الوقت ده كانت الطبقة العالية قوي بس هي اللي بتقدر إن هي تنقي اللبس اللي هي عايزاه، وكمان بتفرض على باقي الناس يلبسوا إيه وإزاي، مين اللي هياخد لقب الأحلى والأجمل والأشيك. كانت أول ست تشوف إن الست مش محتاجة تتأيد ولا تعقد نفسها بإن هي تبقى شكلها شيك. أهم من شياكة الست كانت أهم حاجة بالنسبة لها الراحة. كانت مجرد حرفة زيها زي الطبيخ والأكل والشرب والكلام ده، أهم من إننا نبدأ فيها وخلاص، إننا نبدأ صح ونبدأ على أساس علمي عشان يبقى لينا مرجع نعرف إيه الصح من الغلط فيه. أهلا بيكم في أول حلقة من كعب عالي. أنا ندى، والنهاردة هاخدكم رحلة طويلة شوية من أول بداية الفاشن، من أول ما الإنسان كان بيستخدم ورق الشجر عشان يغطي نفسه لحد ما بقى اللبس طريقة كل واحد يعبر فيها عن ستايله والكالتشر والحضارة اللي جاي منها، ومين هو كان أول صاحب فكرة فاشن براند، وإزاي الفاشن اتطور من إن هو حاجة بس بتعبر عن الايدنتيتي إن هو بقى فن وحضارة الناس فيها بتكلم بيها بعض. بص يا سيدي، في الأول اللبس ما كانش فيه أي فن ولا أي ابتكار، هو مجرد كان وسيلة الإنسان بيستخدمها عشان يحمي نفسه من برد الشتاء ومن الحيوانات المفترسة. ومع الوقت بالتجارة الإنسان اكتشف إن اللبس ده حاجة بتعبر عن الايدنتيتي بتاعته وهو جاي منين. فمع مرور الحضارات الناس ابتدت تعبر عن الكالتشر بتاعتها من خلال اللبس، زي الملوك والملكات والحضارات القديمة اللي احنا بنعرف بيها الشخصيات دي جت منين ومن أنهي عصر بس عن طريق لبسهم. فمثلا لو هنرجع للمصريين القدماء، كان دايما الملكات بتركز جدا إن هي تبرز الألوان الزاهية والذهب الخالص في لبسهم وفي تراثهم. أما مثلا لو هنرجع للحضارة اليونانية، فمثلا كان دايما بيعتمدوا على اللبس البسيط والراقي بس يعبر قد إيه هم ناس ارتستيك وبتحب الفن. ومع مرور الوقت والزمن الإنسان اكتشف إنه بشوية لمسات بسيطة قوي جاية من حضارته هو بيقدر يعبر بيها بشكل كويس قوي لكل الناس اللي قدامه هو مين وبيعمل إيه. وندخل بقى على العصور الوسطى. في الوقت ده كان الملوك والملكات بس هم اللي بيقدروا يعبروا عن ستايل بتاعهم عن طريق لبسهم، وده لأن في الوقت ده كانت الطبقة العالية قوي بس هي اللي بتقدر إن هي تنقي اللبس اللي هي عايزاه، وكمان بتفرض على باقي الناس يلبسوا إيه وإزاي. ففي الوقت ده ما كانش في حاجة اسمها فاشن ستايلست ولا فاشن ديزاينرز، هو كان في خياط للملوك والملكات بس، وعامة الشعب أو البقية هو بيقدروا بس إن هم يقلدوهم ومش في كل حاجة كمان. وبعدها الموضوع اتطور للعصر بتاع النهضة، والموضة ساعتها دخلت في عصر جديد تماما. دخل ساعتها الفن والتشكيل، والناس قدرت ان هي تعبر عن حبها للموضة بشكل مختلف، لان الناس ابتدت تبتكر فيه وتدرسه شوية بشوية، وابتدى يظهر دور الفاشن ديزاينر والستايلست بس بشكل بسيط جدا، وده اقتصر بس على الملوك والملكات، وعامة الشعب ما كانوش بيقدروا يبقى ليهم الاكسس ده. فعامة الشعب كان بيتفرض عليهم طرق لبس معينة ما كانوش بيقدروا يطلعوا منها، ولكن لبقية الناس اللي بتقدر ان هي تشتري وتأفورد اللبس ده كانوا بيبتكروا فنون جديدة جدا بيعبروا بيها عن نفسهم. وفي الوقت ده أكتر دولتين كانوا مشهورين جدا بالموضة والفن والفاشن كانت إيطاليا وفرنسا، وكان دايما بينهم منافسة شرسة جدا مين اللي هياخد لقب الأحلى والأجمل والأشيك. ولحد دلوقتي المنافسة دي بينهم مستمرة، بس هي بينهم بقالها عصور وسنين وأيام. ولما الثورة الصناعية حصلت في القرن ال19 كل ده اتغير مفاهيم الفن والفاشن والموضة وعن مفاهيم كتير قوي، ومنها ان الفاشن ما اقتصرش بس على الملوك والملكات، خرج بره القصور وبقى لعامة الشعب، وبقى للناس حرية ان هي تختار وتنقي هي هتلبس ايه ويبقى ليها ذوق وستايل. وخرج لنا اول فاشن ديزاينر عرفناه باسم تشارلز فريدريك وورث، وكان اول صاحب براند ينزل بيها كولكشن باسمه، وكان أول صاحب بيت أزياء. ففي الوقت ده مع انتشار الفكر الجديد ده الناس حبت جدا إن هي تعبر عن نفسها بإن هي تستايل لبسها بشكل مختلف وتعبر عن ذوقها باللبس اللي بتلبسه. تشارلز اتولد سنة 1825 واشتغل في محل أقمشة عادي جدا، ما كانش بيعمل أي حاجة فيها ابتكار ولا فن ولا افتكاس، بس هو محبش يطول في الوضع ده كتير. راح بعدها على فرنسا عشان يدرس ويشتغل في الموضة والفاشن ويقدر يضيف لمسته الفنية والكولكشنز اللي احنا بقينا بنشوفها بعد كده.
فتشارلز أول ما راح فرنسا وشاف الطريقة والناس اللي بتلبس بيها حب يعمل لمسته الفنية الخاصة، وعمل أول كولكشن تشهد عليه الناس ساعتها. كان بالنسبة لهم حاجة جديدة إن واحد يبقى كاتب تحت فستان الاسم والايدنتيتي والبراند بتاعه، وكان أول حد يطلع برانوي بكولكشن الناس تقدر تشوف الفساتين مش على ورق بس، لا كمان على مانيكانات وعلى موديلز ماشيين على رانوي. تشارلز في وقتها كان شخص مميز جدا وكان صاحب فكر ورسالة، وعشان كده اتشهر في وقت بسيط جدا. ولأن كمان عاصمة الموضة ساعتها كانت فرنسا، فالناس كانت بتجيله من كل حتة في العالم عشان تعمل فساتينها عنده، وقبل مناسباتهم بشهور كانوا بيحجزوا عنده عشان بس ياخدوا من عنده فستان واحد. وساعتها هو غير اللعبة كلها، لأنه ما كانش حابب إن الناس هي اللي بتيجي تفرض رأيها، بما إن هما ما عندهمش ولا رؤية فنية ولا بعد فكري ولا نظري ولا فني. فهو شايف إن لمسته الفنية هي اللي هتضيف للفستان مش رأي الناس. فساعتها هو غير اللعبة كلها ودخل الفاشن ستايلينج في الاندستري أساسا، وابتدى ان هو ينزل كولكشنز الناس بتختارها وبتنقيها، وبعد ما بتشتريها بتلبسها في مناسباتهم. ولو حد جاي له عنده مناسبة very special، تشارلز ساعتها كان بيصمم له حاجة customized by him، بس ما كانش بياخد الفساتين الريفرنس اللي الكاستمرز كانوا بيقولوا بيها عشان يعملها هو. بس السؤال هنا، ازاي وصلنا من وورث للي احنا بنشوفه دلوقتي على تيك توك وانستجرام؟ الحقيقة ان ديزاينرز كتيرة قوي بعد وورث طلعوا وخدوا نفس سكته ونهجه، وابتدوا يطوروا ويديفلوب كل افكارهم للديزاينز اللي بيعملوها والكولكشنز اللي الناس بتقدمها، لحد ما وصلنا من الاوت كوتور لحد ما بقينا دلوقتي في عصر الفاست فاشن. وهو ان الناس بتروح بتشتري من الستورز اللبس اللي هي عايزاه، بتقول رأيها فيه، ولو اي حد مش عاجبه حاجة بيفتح كاميرا ويجو لايف ويقول للناس رأيه، وده بقى اسمه ساعتها فاشن ستايلست. ونهج ده أخدوه كتير من الديزاينرز والستايلست من بعد وورث، إن هم ابتدوا ياخدوا الموضوع كحرفة وكمهنة، وحبوا جدا إن هم يضيفوا لمساتهم الفنية وتبقى دي مهنتهم وكيانهم اللي يفضلوا يتربحوا منهم طول عمرهم. وبالرغم من وجود ناس كتيرة جدا من عامة الشعب بقت في الاندستري دي، إلا إن الفاشن اندستري هي زي أي اندستري ليها ايكونز، وايكونز عمرنا ما هنقدر ننساها وليهم امباكت لحد دلوقتي. وأولهم كانت كوكو شانيل، كانت أول ست تشوف إن الست مش محتاجة تتأيد ولا تعقد نفسها بإن هي تبقى شكلها شيك. أهم من شياكة الست كانت أهم حاجة بالنسبة لها الراحة. بس لكريستيان ديور كان رأي تاني، وكان شايف إن الست لازم تبقى لبقة وأنيقة، ورجع تاني عصر الملكات واللبس الملكي الفخم جدا اللي فيه كرانيش ودانتال وكورساتس وحاجات بتأيد راحة الستات، لحد ما جالنا الفنان العظيم يف سان لوران. وساعتها كان ليه رأي تاني، إن هو شايف إن الست ممكن تبقى شيك وفي نفس الوقت مرتاحة، وكان هو أول من قال إن الست ممكن تلبس بنطلون ويبقى شكلها حلو، وإن هو يبقى قطعة أساسية في دولابها تقدر تلبقه على أي حاجة ويطلع شكلها شيك في الآخر. في الوقت ده كمان ما كانش فيه حاجة اسمها فاشن ستايلست، كانت الناس كلها بتقدر إن هي تشوف وتتابع الموضة من المجلات والسينمات. فساعتها ظهرت لنا أول فاشن ستايلست عرفها التاريخ، وكانت مارلين مونرو، لأن كان ليها تأثير عالي جدا للبنات والشباب ولكل الناس، وكان ليها امباكت. فكانت أي حاجة بتلبسها وتقول رأيها فيها الناس كانت بتجت انفلونس جدا بيها وبتتأثر بيها وبتحب تعمل زيها. ومن هنا ظهر مهنة الفاشن ديزايننج ومهنة الفاشن ستايلينج، وبعدها ظهرت مهن كتير قوي في الاندستري. دلوقتي احنا بقينا الزمن الموضة فيه متجددة، وكل يوم بيطلع فيه ترند جديد، وكل يوم فيه تقليعة جديدة ليها علاقة بالموضة. فأي حد دلوقتي بقى عنده مايك وكاميرا في البيت يقدر يبقى ستايلينج ايكون ويطلع فكره للناس، ويقول للناس ازاي تلبس وازاي تغير في الستايل بتاعها. والحقيقة ان ده خلى ناس كتيرة قوي تعبر عن الحتة الفنية اللي جواها، وتخلي الناس تشارك مع بعض رؤيتها الفنية وازاي ممكن يقدروا يبقوا بيستايلوا لبسهم بأشكال وأفكار مختلفة. زمان كانت الخياطة ساعتها مقتصرة بس على ست البيت اللي قاعدة بتعمل فساتين لولادها علشان يروحوا بيها المناسبة اللي جاية بتاعتهم، ولكن ساعتها ما كانش فيه الفكر ان دي ممكن تبقى وظيفة ومهنة ممكن حد يمتهنها ويبقى شاطر فيها. كانت مجرد حرفة زيها زي الطبيخ والأكل والشرب والكلام ده. فبالنسبة لهم ما كانش حد هيروح يشتغل في الخياطة، كانت مجرد مقتصرة على ربات البيوت. لحد ما الفاشن ديزاينرز ابتدوا يطلعوا واحد ورا التاني وابتدوا يورونا قد ايه
فعلا ان الفاشن ديزايننج ده مهنة ممكن الانسان يمتهنها لو هو شاطر وعنده السكيل والقابلية لده، وابتدى ساعتها ان المهنة دي تزدهر، يتعمل لها جامعات ومعاهد. وعشان كده ظهرت معاهد كتيرة جدا ودراسات عليا ابتدت تتعمل في المجال ده، وبقى فيه كليات كل الميجر بتاعها هو بس فاشن ديزاين، لان المجال ده كبير قوي وواسع. ولما الناس فهمت قيمته وقدرت انها تقدر قد ايه هي حاجة مهمة لو اتعملت صح، بقى فيه اهتمام عالي جدا بيها من كل الدول واغلبها حتى الدول العربية ان هي تعلمه للناس عشان تقدر ان هي تطلع ثقافات جديدة وتبرز حضارتها وثقافتها عن طريق الفاشن والستايلينج. ومع ظهور السوشيال ميديا وازدهارها بين الناس ظهر شغلانات ما كانتش موجودة أصلا في الكتالوج، زي الفاشن ستايلست اللي على السوشيال ميديا، الفاشن بلوجرز، الفاشن دايركتورز، الفاشن ماركتيرز. كل دي مهن ما كانتش موجودة قبل ما السوشيال ميديا تبقى موجودة. بس الأهم من إن حد يبقى بس بيصور لبس ويقول للناس هو يلبس إزاي ويغير ستايله إزاي، إن هو يبقى مصدق في اللي هو بيقوله ومصدق في حلمه، لأن الطريق مش دايما بيبقى سهل. المجال ده فيه نقد كتير قوي، والناس دايما مش بتحس بقيمته غير اللي بيشتغل فيه وبيتعب فيه. فهيقابلك نقد كتير قوي لو قررت ان انت تسلك السكة دي وتاخد الفاشن ككارير ليك. فالأهم من ان الواحد يبقى مصدق كمان في حلمه ان هو يتمسك بيه وما يسمعش الكلام الناس ونقدهم، يحترمه بس ما ياخدهوش في الاعتبار ويفضل مكمل ومتمسك بحلمه ايا كان ايه اللي هيحصل. ولان الفاشن هواية زي اي هواية، زي الغنى والرسم والرقص والتمثيل، أهم من إننا نبدأ فيها وخلاص إننا نبدأ صح ونبدأ على أساس علمي عشان يبقى لينا مرجع نعرف إيه الصح من الغلط فيه. فأهم من إننا نبدأ وخلاص إن إحنا أتليست نبدأ بشوية كورسات ويبقى عندنا ناس نرجع لها، ناس في المجال بقالها سنين ناخد خبراتهم، علشان يوم ما إحنا نبدأ فيه يبقى عندنا الأساس الصح والبيز العلمي يخلينا مكملين وناجحين فيه. وفي الآخر الموضة هي مش مجرد لبس وألوان، هي طريقة بنعبر فيها عن الايدنتيتي بتاعتنا والكالتشر بتاعتنا، وبتقول أنا مين وجاي منين وإيه فكري وإيه طريقتي بس من لبسي. فلو كل واحد فينا عرف الفكر ده وابتدى يطبقه، هيبتدي يطبق الفاشن اتيكات في كل حاجة في حياته، مش بس في طريقة لبسه. أنا ندى، ودي كانت أول حلقة من كعب عالي. استنوني في الحلقة اللي جاية، هنتكلم فيها عن تفاصيل وتاريخ الموضة في الوطن العربي، من أول الجلباب والقفطان المغربي لحد الجينز اللي بقى موجود في كل حتة في الشارع دلوقتي.